دايما الميه عديمه الرؤيه بتنزل فيها لاول مره بيبقى فيه رهبه، صح؟ صح؟ قرب الكاميرا. نشجع زياد لو عمل المهمة دي بكفاءة. ثلاثة يجوا عندي هنا، بقية المجموعة تتحرك في نص البسين يا كابتن اسلام. كابتن اسلام مشي الغطسة لو سمحت، الناس اللي قاعدة فوق اتفضل يا كابتن اسلام، يلا ابدا الغطسة بتاعتك. هات المية بقى، صور زمايلك اللي هياخدوا المسكرة، اسألهم هتعملوا ايه؟ اسألهم هتعملوا ايه يا شباب؟ رجالة هتعملوا ايه؟ هننزل ميه عديمه الرؤيه. ميه عديمه الرؤيه. هتعملوا ايه؟ هناخد جوله في ميه عديمه الرؤيه. تمام. كده ندور على المواصلات بتاعتها، نمشي بشكل مستقيم او بشكل حلزوني. تمام. وارد تعمل غطسه ليلي والكشاف يفصل منك، صح؟ وزي ما قلت الرولز بتاعت الغطسه الليليه لا حد علمي ان لا يزيد الزمن عن نص ساعه. السامع لا يزيد زمنها عن نص ساعه ولا يزيد العمق عن نص ساعه. الماسك الثاني حطها بالفيديو. انا عايز فارس يتفرج على السولوتيب اللي جابه. فارس السكوتش بيخلص اهو. ما كنتش حاجه لنفسي، لا يا حبيبي، لما اطلب حاجه منكم لنفسكم تاكدوا لنفسكم، ماشي يا رجاله؟ زي اللي طلبت من هشام كريم، هشام يجيب زي طوق وازاي تتحكم في الهافرنج وتتحرك من خلاله وتعمل وضع الطيران جواه وترجع بظهرك وبوشك والحاجات دي كلها. بص حضرتك، هاتها بالكاميرا. بصوا حضراتكم، كل واحد هيتحط في الموقف ده. هات كده زمايلك كده، هاتهم. بص بقى هنا حاجه باينه، مفيش اهو البلاستر اهو اهو. اتفضل هاتهم بقى كده، انجز بس بسرعه. هات الكاميرا عليه. كله باين كده. هيتحركوا طبعا مستقيم ويتقابلوا، اللي واخد اليمين يمين واللي واخد شمال شمال واللي في النص بيقابل على الاثنين، وهيتحركوا ونشوف هيتحركوا ازاي. طبعا السيفت بتاعهم احنا من فوق وشايفين اهو البابلز قدامنا، وهنحط واحد عليهم اللي هو الكابتن اسلام، هو اللي شايف الثلاثه وبيتحركوا ازاي. الموضوع ممكن ما يكونش دقيق قوي بس هو بياخد الموقف ده اول حاجه. يعني ده بينزل صح لما لبس حاجه سودة في وشه ومش عارف حتى ينزل اهو. شوف اللخبطه، هي مالهاش علاقه بالمعادله ومالهاش علاقه بالكليم ماسك، لا علاقه ان هو خايف اهو. ده واحد اهو هيتعلم من اخطائه، ده ماشي كويس. وده عرف يتحرك مستقيم، طلع
عاش كمل. طبعا من 5 او 6 متر شال ووتر تمام، وعارف يعمل خط مستقيم. الطالب ده تمام، مش راضي يطلع يقول لي رصاص. حضرتك كنت عملت الغطسه زي الرصاص اللي معاك، عملت زي الغطسه بالرصاص اللي معاك. ما تطلب قطعه رصاص من زمايلك. محدش معاه كده اساسا. محدش معاه. خلي بال حضرتك، النهارده هتفرق معاك في اعمال السنه، بقول لك اهو النهارده وموقفك وضحكتك وجمالك كده وانت مش متاثر بشغلك. التاني طبعا اهو ما شاء الله كان ماشي خط مستقيم بس كان معاه كاميرا تانية. اتفضل تاني يا حسين. والتالت طبعا عنده مشكله رصاص اهو قدام حضراتكم. يبقى احنا بنتعلم من اخطائنا. يلا يا حسين حاول تاني. وهنا الغطس اهو ما شاء الله، هذا اللي عينه على المجموعه تحت وهذا درجه وسبعه.